مساء الفل. دلوقتي هقول لكم اسرع واسهل حاجه ممكن تعملوها مع كوبايه شاي كده او شاي بلبن، حاجه عظمه. كل حاجه هنحتاجها يا جماعه احنا هنضربها في الخلاط، يعني تشغلي الخلاط وتحطي فيه كل حاجه كده يطلع معاكي الخليط على طول زي الفل. اول حاجه خالص هنحط كوبايه وربع سكر، وعليهم كوبايه الا ربع زيت، مبحبش اكتر الزيت قوي، وعليهم كوبايه لبن. طبعا نفس الكوبايه اللي احنا بنحط بيها المقدار ما بنغيرهاش، بيبقى عشان يبقى نفس الكميه بس مع بعض. بعد كده هنزود 3 بيضات. البيض ممكن 3 وممكن 2 زي ما تحبوا، بس انا بحب احط 3 بيضات كمان وعليهم لبن. بعد كده نضرب كل ده في الخلاط كويس قوي لحد ما نظبط الخليط ده يندمج مع بعض. في بولة تانية بقى هنحط 3 كوبايات نص دقيق وعليهم بيكنج باودر او كيك شيف، اي حاجة فيهم اللي يريحكوا، الاتنين كويسين وزي بعض. هنقلب كده بالمضرب بس شوية علشان الحاجات كلها تندمج في بعض. عايزة اقولكوا لو انتوا عايزين تعملوا الكيكة بالبرتقال مثلا، ممكن تحطوا البرتقال وانتوا بتضربوا في البداية خالص. وبعد كده نقلب بقى الخليط كله على بعضه. انا عايزة اقولكوا يا جماعة بجد هي ما خدتش 5 دقايق، يعني الفيديو ده كده مش متقطع منه حاجة تقريبا. هنحط الخليط كله وهنضرب كله مع بعضه بالشكل ده. ما بنستخدمش مضرب، يعني كل حاجة يدوية، حتى المضرب مضرب يدوي. نقلب بقى كويس ومن فوق لتحت، لان الدقيق بيبقى متكون تحت خالص في البولة كده، فنتأكد ان احنا الدقيق كله معانا تمام يعني، وقلبنا كل حاجة كويس. زي ما قلت لكم لو انتوا حابينها بالبرتقال فبنزود البرتقال بقى. ده القوام اللي انا كنت عايزاه، كنت بوريه لكم، بيبقى مش تقيل قوي ومش خفيف. في صينيه بقى بندهن فيها شويه زيت، انا ما بحطش سمنه عشان بحس ان هي بتحرقها. بنحط بس زيت بسيط، وبعد كده ننزل الخليط بتاع الكيكه وبندخلها الفرن. ده شكلها وهي جوه. بصوا عايزه اقول لكم بتطلع رهيبه يا جماعه وتحفه جدا وطعمها حلو قوي وهشه جدا. دي كانت لسه هي بتاخد لون فبنظبطها يعني. ده شكلها بقى بعدها، بس هي كانت على اصفر شويه، هو الكاميرا مبهدلاها. ودي شكلها من جوه قد ايه كانت هشه.